حطيت ورق العنب في الإزازة وسِبته في المطبخ ونسيته 8 شهور. تعالوا نشوف بعد 8 شهور عمل إزاي، وفتحت عليه لأ وكمان حشيته وطبخته وجيت آكله طلع بالشكل اللي أنتم هتشوفوه ده. شايفين شكله في الإزازة من غير مَيّة ولا أي حاجة، حطيته في الإزازة ونسيته 8 شهور برّه. بعد كده طلّعته وحشيته طلع أكنه لسه جاي من الشجرة، طلع أكنه فريش. شايفين لونه الأخضر الجميل؟ ده اتحط في الإزازة 8 شهور واتساب فوق المطبخ من غير فريزر ولا تلاجة. ما تيجوا نشوف حصل كده ازاي. تعالوا اوريكم الطريقة ونشوف اتعمل كده ازاي وشكله بقى تحفة ازاي كده في الأكل، وطعمه بجد رهيب أكنه فريش. حلة وفيها معلقة سمنة على حبة زيت وهسيبهم يسخنوا جدا، وهحط البصل وهقلب البصل واسيبه يصفر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما يصفر هحط عصير الطماطم. انا كنت عامله عصير طماطم وشايلاه في الفريزر، سبته فك تماما. هحطه كده من الاكياس. انا بحب اسهل على نفسي فبحب اخزن الطماطم والبصل والحاجات دي عشان لما عاوزه اعمل محشي وممبار يبقى سهل. ممكن تعملي المقادير دي ني في ني، بس انا بحب الممبار الخلطه بتاعته متسبك لها. هنزل بعصير الطماطم، انا هعمل كميه كبيره عشان عندي عزومه. بالشكل ده الطماطم هتاخد غلوه وهوطي عليها عشان تتسبك، وبعد ما تتسبك كويس كده هنزل بملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وما بحطش اي توابل تاني على المحشي. وما شاء الله الخلطه بتبقى حلوه قوي يا بنات. بعد كده هنزل بالرز ياخد السخونيه بتاعه الصلصه. انا قافله النار ومفيش نار شغاله على البوتاجاز. اول لما اتسبكت قفلت، وبعد ما قفلت حطيت الرز وهسيبه يمتص السخونيه بتاعه الصلصه. وبعد ما امتص السخونيه والصلصه بردت والرز، حطيت الخضره بتاعه المحشي على الرز وسبتهم يبردوا. الناس اللي بتقول يا ساره انت بتطلعي ورق العنب ازاي من الازازه؟ انا بشق الازازه من النص، بطلع منها ورق العنب وبرميها، هي استخدام مره واحده بتترمي بعد كده. ورق العنب اهو يا بنات اللي خزنته معاكم اول لما طلع ورق العنب. ورق العنب اللهم بارك كان شوفوا كان طالع من شهر 3 اهو. بصوا اول لما طلع ورق العنب في شهر 3 انا بخزنه لان انا بحب الورقه البناتي. شايفين من غير ميه ولا اي اضافات، وكان محطوط في الازازه وجوه السبت. جبت ميه من الحنفيه عاديه بارده، مش ميه سخنه، غسلت فيها ورق العنب لان انتوا عارفين ان انا جبته من غير غسيل ولا اي حاجه. شلت العنقود بتاعه وحطيته جوه الازازه، لا غسلته ولا عملت اي حاجه، جبته بترابه من الست، شلت العنقود بتاعه وحطيته جوه الازازه. فلازم نغسله بميه نظيفه مره واتنين، وبعد ما اغسله بميه نظيفه مره واتنين وتلاته ميه عاديه من الحنفيه، هجيب كاتل ميه سخنه بتغلي واحطه كده على الورق واسيبه ياخد السخونيه بتاعت الميه ويبرد تماما فيها اهو. انا هسيب الميه السخنه فيه لحد ما يبرد تماما زي ما انتم شايفين. سبت ورق العنب يبرد تماما في الميه، وبعد ما الميه تبرد وورق العنب يمتص السخونيه هطلعه واصفيه في مصفى. عندي هنا حله حاطه فيها معلقه سمنه بلدي، اي نوع سمنه انت تحبيها. هحط حلقات بصل، حلقات طماطم، حلقات فلفل، هحط كام عود من خضره المحشي زي ما انتم شايفين، وهحط حبه عصير ليمون. انا بحب الورق العنب ميزز جدا انا وولادي. انا هنا كنت خلاص طلعت ورق العنب من الميه السخنه وصفيته. شايفين شكل الورقه اكنك اشتريتيه وسلقتيه ولسه عاملاه حالا. شايفين اهو، بوريكم السبت اللي انا كنت منزلاه من فوق المطبخ. واكيد ناس كتيره جربت الطريقه دي، والطريقه دي معروفه يا بنات من 25 سنه. هجيب الورقه بعد ما صفيتها من الميه السخنه كويس وهلفها بالشكل ده واحطها على الخلطه اللي انا حطاها تحت دي. على فكره احنا الخلطه دي بناكلها مع المحشي. لفيت ورق العنب كله، هحط بقى شويه كوسه، هحط شويه فلفل زي ما تحبي. انا عشان كده حاطه عصير الليمون تحت عشان يبقى على ورق العنب والخضار المشكل ده ما يطولوش الليمون. ولو طالوا الليمون انا بحب طعمه بصراحه، انا بحب المزازه جدا. هحط شوربه لحمه كده واسقي المحشي واخليه ياخد غلوه، وبعد كده هوطي النار لحد ما يستوي، وبعد كده هنغرفه مع بعض زي ما انتم شايفين. حطيت الشوربه، اهم حاجه الشوربه ما تعلاش عن المحشي اللي موجود في الحله. شايفين استوت؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ احلى محشي هتاكليه ورق عنب ما شاء الله. اتخزن كده اكنه على الشجره في الطبيعه من غير اي اضافات، من غير ميه ولا اي حاجه. اللهم بارك، بجد رهيب يا بنات وتحفه جدا جدا جدا. جربوه ومش هتندموا. واكيد الناس اللي عارفه الطريقه دي عارفاها من سنين، لان معظم الدول العربيه بتخزنه بنفس الطريقه. شايفين شكله اكنه فريش طالع تحفه يا بنات.
رهيب بجد، جربوه ومش هتندموا.